تركز مع ملاعبيه، التركيز نتاعهم خارج المستطيل، خروج من النادي الافريقي لاستحاله التواصل مع رئيس النادي، وما حبيتش مصير يكون مصير العديد من المدربين. قيس انت تتحدث هذه دخلت او تيفو جماهير الترجي الرياضي التونسي. ما حبيتش مصير يكون مصير العديد من المدربين اللي توجوا وطردوا، وفما مدربين تنحاوا بين الاشواط، وفما مدربين تفرضت عليهم اسماء وحاولوا في اكثر من مره يفرضوا علي الاسماء. انا كان هذا يتنافى مع لي برانسيب دو ترافاي، يعني مبادئ الشغل في كره القدم. حبيت نترك النادي في وضعيه هذا، ودليل على ذلك خرجت. ولا يطلبك النادي الافريقي في هذه الوضعيه؟ النادي متصدر، نفس الاجابه نتاع عادل. انا قلت اليوم ماهوش، انا قلت وصرحت انه الافضل للهيئه التسريه هذه وحتى للرئيس الذي سيقع انتخابه ان يواصل السيد كمال القدسي الى اخر الموسم، حتى الساعه ننظفوا الوضعيه الماليه نتاع النادي. مش مشكل، خطوه صغيره الى الوراء نتوقفوا وبعد يكون النادي الافريقي يرجع بقوه. واضح امامنا تيفو الترجي الرياضي التونسي، صور جميله تاتينا من الملعب الاولمبي برادس. نتمنى انه هذه الصور اللي قبل المباراه تقريبا نشاهدها بعد مباراه الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. دقيقه نكمل مع المحللين في هذا الاستوديو. كابتن عمر الصويح، هناك سؤال واضح: الترجي الرياضي التونسي يفوز ولا يقنع؟ لماذا حسب رايك؟ يعني هذا المشكل الازلي هو يعني نوع من الضغوطات اللي اعتبرها انا زايده شويه نسبيا. بعد الشامبيونز ليج الافريقيه الترجي لم يقدم ولا مباراه اقنع فيها تقريبا. ينتصر الترجي، فريق كبير يعرف كيف ينتصر، ولكن بدون اقناع. من مباراتين بدون جمهور، وتعرف مباراه بدون جمهور ما تفقد النكهه نتاعها. مباراه في ملعب متلوث، ارضيه ماهيش ملائمه. هذا ما يمنعش اللي